كيمو نجم من نجوم الريان ونجم من نجوم المباراة. والآن طبعا الدور على المحترف ماركو والتقدم من الحارس وهدف لماركو. برافو، عيني عليك يا ماركو. يلا خلاص ما عاد في مجال للتكتيك ولا شيء، انما مهارات ورؤية وقراءة مكان وقوف الحارس والتوفيق من الله. التوفيق من الله. نشوف الرمية الثانية يصوبها علي حسن وكيمو. يلا يا كيمو ان شاء الله تنجح، ولكن معليش هدف ولا يهمك، هدي نفسك. حاول فيها كيمو، حاول فيها، راحت يده للكرة، ولكن تصويبة حلوة من علي حسين محمد وليد. يلا يا ابو وليد ارجع شوية ورا، لو يرجع شوية ورا صدقني بيفتح الزوايا الأرضية ويقدر يصوب يسجل بوليد. برافو يسجل بوليد. رميتين الريان رميتين صح، والأهلي رمية واحدة صح ورمية واحدة تم صدها. أحمد طرادي الأهلي البحريني. مهدي جعفر اللي بيصوب، وكيمو في المرمى. واو يا انا عليك يا كيمو، والله ما ادري ايش اقول عنك اليوم. كل الريان اليوم معجبين بكيمو واداء كيمو وبسالة كيمو. الله عليك. شوف طبعا والله البطل الاوحد في هذا اللقاء. بطولة كيمو نسميها بطولة كيمو إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يلا يا باسل حرام عليك يا باسل. لا يا باسل ضاعت. معليش ما زال كيمو موجود، وإن شاء الله البطولة هاي لكيمو. سعيد جوهر خبرة الأهلي وتصويبة أرضية حلوة ويسجل منها لصالح الأهلي البحريني. هدفين تعادل، هم لهم ضربة واحدة واحنا باقي لنا رميتين. محمد ذاكر يصوب ويصدها الحارس الأهلاوي، يصدها صلاح عبد الجليل. إذن الآن التعادل في كل شيء، أيضا تعادل في كل شيء. الكرة للأهلي والرمية الأخيرة من الخمس رميات الأولى. طبعا من الخمس رميات الأولى. الآن نشوف اللي بيصوب مين. عباس حبيب وكيمو. وعلى الله التوفيق. نشوف كيمو ولا عباس. حلوة يا كيمو حلوة يا كيمو. يا رب مين اللاعب اللي بيصوب الآن من الريان؟ المحترف التونسي، واختيار صحيح. برافو لبسام، لأن حارس الأهلي قاعد يقول له عطني الكرة وبسلم عليك أنت حبيبي. قال له بسام خليك في المرمى، والله تحية لكيمو. والله يا أعصاب وخلاص رمية ونقول مبروك للريان، وإن شاء الله ريان. مبروك. لا والله حارس الأهلي صلاح عبد الجليل. صلاح والله الحراس واللعيبة. شوف شلون شالها. شوف
ورشاقه واداء. معليش نرجع الان والله حتى القانون نسيته. اعتقد الان اعتقد 5-5 بعد. والله نسيت القانون. اعتقد 5-5 او رميه. معليش يا بسام، كان ممكن تفرحنا وخلاص. على العموم ماهر عاشور بيصوب. هم مستعدين والحكام مش مستعدين. ماهر عاشور بيصوب. مباراة عصيبة، مباراة صعبة جدا يعني، وما نلوم اللعيبة إذا ضيعوا. حقيقة أعصاب احنا اللي برا وقاعدين ننتفض وقاعدين نرتبش وقاعدين نرتكب أخطاء، فما بالك اللعيبة في الملعب. الفريقين يستحقون البطولة، والله الفريقين أبطال في هذا اللقاء. بطولة جميلة من أجمل البطولات اللي مرت علينا. سنين طويلة وإحنا نشارك في بطولات الخليج، ولكن هذه البطولة يعني انفردت تماما بتنظيمها وبالفرق المشاركة والأداء والتحكيم الجميل الحقيقة. يعني بطولة كاملة من كل الجوانب، واستضافة راقية من الريان لهذه البطولة. نتمنى أن طبعا الريان يكمل هذا اللقاء ويكون محظوظ طبعا في هاي الرميات والفوز بالبطولة. أنا أشوف فيه طبعا إرشادات من محمد الهولي لإدارة الفريقين. على الله نشوف. كنا نتمنى طبعا. الآن أشوف حتى حمد النعيمي على أرض الملعب وإرشادات. نشوف الآن ماركو واستعداد، ونتمنى التوفيق الآن لماركو. يلا يا ماركو. طبعا مجهود عالي هذا اللاعب ويحتاج الى التركيز الان. صلاح في المرمى وهدف، هدف من ماركو. يا عيني عليك يا ماركو. يلا يا بطلنا، يلا يا كيمو، المفروض الان سعيد جوهر خبرة الأهلي. شوف الشغل النفسي من إدارة الريان، وبالفعل أنا أتفق مع محللينا الكباتن حسن ربيعة وعادل ثاني لما قالوا أن علي بن سعيد وتصويبه وفي المرمى سعيد جوهر. طبعا هدوء أعصاب، خبرة كبيرة وهدوء أعصاب. ويحيي صلاح ويقول له صد لنا كرة. بسام المرابط اللي بيصوب، بسام المرابط. نشوف رمية برمية الآن، رمية برمية. نشوف بسام وصلاح. بسام بيصوب وصلاح يصدها خلاص. بسام طبعا ما كان مستعد، يعني نزوله مش صح، تو مضيع الحين. ماركو صح لأنه سجل هدف، ولكن بسام لا. من اللي بيصوب؟ من الأهلي الآن صلاح. برافو صلاح عبد الجليل، صد. والحين دور ما كيمو واللي بيصوب علي حسين، بيصوب علي حسين وكيمو. نشوف هدف. خلاص. مبروك للأهلي، ويستحق أن يكون بطل بهذا الأداء الراقي وبذا المجهود وبذكاء. طبعا مبروك، يستحقون البطولة الأهلي، من حقهم والله. والريان هارد لك والله. العبوا بطولة كبيرة والعبوا مباراة كبيرة، ولكن التوفيق من الله.
نقول مبروك، الف مبروك مشاهدينا الكرام. وطبعا خلاص المباراه انتهت، ونحيي الاهلي بالاداء الراقي وبالتكتيك الراقي وبالاسلوب الراقي اللي الحقيقه اداروا في هذا اللقاء وفازوا في البطوله. ونقول هارد لك للريان واداره الريان وجماهير الريان وكل من ينتمي للريان، نقول له هارد لك ومعليش راحت الفرصه. اذا استراحه ونرجع للاستوديو التحليلي قبل توزيع الميداليات، ونرجع للاستوديو التحليلي والى اللقاء. آخر ثانية.